أولا قدمنا نتائج طيبة ومشرفة للكرة اليمنية وحققنا التأهل إلى نهائيات كأس آسيا. أما بالنسبة لخططنا المستقبلية إن شاء الله هدفنا هو التأهل إلى كأس العالم. إن شاء الله يكون هناك معسكرات داخلية وخارجية نستعد لنهائيات آسيا لأنها البطولة الأصعب، وإن شاء الله نحقق نتائج مشرفة ونحقق التأهل إلى كأس العالم إن شاء الله. أهدي هذا التأهل إلى جميع أصحابي اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي المعاون كامل، وكما هي لقيادة الاتحاد الذي حفزونا وشجعونا منذ بداية المعسكرات، وكما هو أهدي هذا التأهل إلى جميع الشعب اليمني الذي آزرونا سواء في أرضية الملعب أو خلف الشاشات، وأهدي هذا التأهل أيضا لمن كان لهم الفضل بعد الله، وهم أمي وأبي وأخوتي الذي ساندوني منذ البداية، والحمد لله على التأهل. الحمد لله استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نكمل المهمة بسهولة جدا، وذلك كان بجهد كبير من قيادة الاتحاد والجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين الأساسيين والاحتياط. والحمد لله تجاوزنا التصفيات ب3 مباريات فوز على التوالي بدون أي هزيمة، والحمد لله نوعد الجماهير اليمنية بأن نقدم كل ما عندنا عشان إسعادهم، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بإذن الله. ونشكر الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي ونائب رئيس الاتحاد حسن باشنفر ونائب البكري وكل من وقف معنا. الحمد لله استطعنا أن نحقق هذا الفوز وكسبنا ال9 نقاط، وإن شاء الله نوعد الجمهور بأن نتأهل إلى كأس العالم، وإن شاء الله باقي نحن مرحلة، وإن شاء الله المرحلة تعدي على خير. نتحدث عن خطوتنا للتأهل إلى كأس آسيا، وهذا كان صعب جدا، ولكن الحمد لله نحن كمجموعة كجهاز فني وإداري وإعلامي وطبي كنا كمجموعة كأسرة واحدة، والحمد لله استطعنا التأهل بهذه المجموعة ب9 نقاط نظيفة، والحمد لله كلين شيت، لن يدخل بمرمى أي هدف، وإن شاء الله بإذن الله نسعى إلى كأس آسيا والتأهل إلى كأس العالم لإسعاد الشعب اليمني كما أسعدناه في غرب آسيا، وإن شاء الله بإذن الله سوف نحقق هذا الطموح وليس صعب، وهذا طموح أي لاعب يمني، وأخواني اللاعبين وجهاز فني كلنا قلب واحد ونطمح إلى هذا الطموح. ونشكر قيادة الاتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة والوزير نايف البكري. كانت مشاركتنا في تصفيات كأس آسيا مشاركة طيبة، لكل مجتهد النصيب. احنا اجتهدنا وتعبنا وحققنا ال3 الانتصارات في ال3 المباريات، خرجنا بالعلامة الكاملة و3 شباك نظيفة. الحمد لله كل هذا بتوفيق الله، ويرجع الفضل الكابتن محمد البعداني والكابتن هيثم الأصبحي والكابتن محمد نجاد وطاقم الجهاز الإداري والطبي كامل. إن شاء الله احنا بنجهز لكأس آسيا، احنا ما بندخل في كأس آسيا للمشاركة، احنا بندخل للمنافسة إن شاء الله ونحقق البطولة. نوعد الجماهير اليمنية أن احنا نرفع اسم اليمن عالي في كأس آسيا وفي كأس العالم إن شاء الله. نهدي هذا الفوز لجميع الجماهير اليمنية اللي كانت مؤازرة لنا سواء في الملعب أو خارج الملعب، وأهدي هذا الفوز لكل من ساهم في نجاح هذا المنتخب، وعلى رأسهم اتحاد الكرة اليمنية ووزارة الشباب والرياضة. أولا الحمد لله على تأهلنا لنهائيات كأس آسيا بفضل الله، ثم بفضل اللاعبين وبفضل الجهاز الفني والإداري، والحمد لله يعني استطعنا أن نتجاوز المباريات ال3 يعني أن نصدر المجموعة، كما أسعدنا الجماهير اليمنية في بطولة غرب آسيا. إن شاء الله سوف نسعدهم في كأس العالم إن شاء الله بإذن الله ونأخذ الكأس.